الاوردر ده يا بنات فيه البيجامه بتاعه الولاده وكمان طقم المستشفى بتاع البيبي والبورد كمان وكمان اسم البيبي. اول حاجه دي البيجامه، دي البيجامه يا بنات بتاعه الولاده. الماتيريال بتاعتها خفيفه قوي يعني حلوه عشان الصيف. وهنا رسمه التوت، بما اني انا هسمي توته فقررت ان انا اكتب اسم بنوتي على السلوبيت وكمان اعمل من ديزاين يعني شكل التوت على البيجامه كده. فده شكلها كده من قدام وده شكله كده من ورا الرسمه برضو ومكتوب عليها مامة توته. ده اول قطعه، المفترض البيجامه دي 3 قطع ومريحه جدا بعد الولاده وكده. ده كمان البنطلون والاستك بتاعه مريح قوي. ودي القطعه اللي تحت هي بقط كده، بجد الماتيريال حلوه جدا وتنفع كمان ان انتي تنزلي بيها او تقابلي يعني ضيوفك وكده، فشكلها حلو جدا. وده طبعا الحزام بتاعها. نيجي لاهم حاجه وهو طقم البيبي. دي البورد بتاعتها حلوه قوي ورسمه التوت طالعه حلوه قوي. دي رسمه التوت كده يا بنات شايفين، ودي اسمها توته. طبعا هي مش اسمها الحقيقي توته، بس ده الاسم اللي اول ما عرفت ان هي بنوته على طول قلت لها هنادلها بايه، فقلت ان هي هسميها توته لحد ما نختار اسم للبيبي وكده يعني. بصوا البورد تقيله وحلوه بجد، بتتفتح بتبقى حجمها كبير جدا ولما بتتقفل وده شكل البورد كده يا بنات بجد حلوه جدا وفيها لولي زي ما انا كنت متوقعاها والفيونكه بتاعتها لونها بينك كده، فلا حلوه جدا جدا. تسلم ايدين البنوته بجد. ده طقم المستشفى يا بنات اللي هو السلوبات وفيه كل حاجه. تعالوا نفتحه مع بعض كمان. اللكلوك لا بجد شكله جميل قوي وشكله كيوت قوي. وده الجوانت ودي السلوبات بتاعت توته. بصوا دي رسمة التوت برضو من هنا، نفس الديزاين اللي على البيجامة، نفس الديزاين اللي على السلوبات. طبعا انت بتختاري الديزاين اللي انت عايزاه والرسمة اللي انت عايزاها والالوان كمان اللي ممكن تتحط على السلوبات. فانا كانت فكرتي يعني ان هي ايه تبقى من فكرة التوت وكده. وده شكلها من ورا كده حلوة قوي وجميلة قوي والرسمة عليها حلوة قوي. دي البافتة بقى بتاعتها ودي الطاقية برضو حلوة قوي. ودي الكوفرته بتاعت الطقم برضو. نعمل الكيس. احلى حاجه ان خامتها قطن 100%، فيعني حلوه قوي. وده اسم توته بجد الحاجه حلوه جدا وزي ما انا كنت متوقعه ومبسوطه بيها قوي. فلو انتوا بقى عايزين تطلبوا اي حاجه بتحضري الولاده او لو انت عايزه تجيبي هديه حلوه لاي حد يعني قرب ان هو يولد وكده، عايزه تجيبي طقم المستشفى ويكون طقم مميز عند البيبي ويفضل طول عمره ذكرى بالنسبه للمامي وبالنسبه للبيبي، فبجد برشح لكم البيج دي حلوه جدا يا بنات. هحط لكم البيج بتاعتهم على الفيسبوك ولينك الانستجرام. وكمان هقول لكم على مفاجاه حلوه جدا ان هم هيعملوا هيفتحوا مكان هنا في الهانوفيل عجمي اسكندريه. فلو انتم من الهانوفيل فما تنسوش تروحوا الافتتاح بتاعهم، هيكون يوم 23/5. وبس كده يا بنات، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. انا بجد مبسوطه قوي وحبيت ان انا اوريكم الحاجات دي عشان عارفه ان انتوا هتتبسطوا وهتفرحوا، عشان عارفه ان انتوا هتفرحوا لي. وبجد ما تنسونيش في دعواتكم الفتره دي لان انا بجد محتاجه دعواتكم. وبس كده اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. باي.